روتين الطالب الذكي في رمضان 7 خطوات هتخليك تذاكر بذكاء مش بعدد الساعات. لو ضيعت رمضان ده غالبا هتندم باقي السنة. أيوة بقولك الحقيقة، ال30 يوم الجايين دول ممكن يرفعوك قدام أو يرجعوك ورا. الفرق مش في الصيام ولا في التعب، الفرق في طريقة تفكيرك. رمضان مش بيضيع المذاكرة، اللي بيضيع المذاكرة هو العشوائية. والنهاردة هقولك إزاي تخلي رمضان أقوى شهر دراسي في حياتك. وخليك معايا للآخر، لأن أهم خطوة اللي فعلا هتغير مستواك في النهاية. رمضان شهر بركة، شهر هدوء، شهر ترتيب داخلي، ودي فرصة نادرة إنك تعيد ترتيب حياتك ومذاكرتك. الجو أهدى، الإيقاع أبطأ، الروح أقرب، وده يساعدك تركز أكتر لو فهمت اللعبة صح. ناس كتير بتتعامل مع رمضان إنه عائق، لكن الطالب الذكي يشوفه فرصة، فرصة يبدأ بداية جديدة، فرصة يثبت لنفسه إنه يقدر ينجح تحت أي ظرف. الخطوة الأولى: انوي صح قبل ما تذاكر. قبل ما تفتح أي كتاب اسأل نفسك سؤال بسيط: أنا بذاكر ليه؟ مش إجابة سطحية، إجابة حقيقية. علشان أعدي السنة ولا علشان أكون شخص ناجح؟ لما نيتك تبقى واضحة، المذاكرة بتتحول من ضغط لرسالة. اكتب هدفك في ورقة، مجموع معين، كلية معينة، حلم معين، وحط الورقة قدامك. كل ما تكسل بص عليها، كل ما تحس بتعب افتكر ليه بدأت. النية هي الوقود، ومن غير وقود مفيش استمرار. الخطوة الثانية: اختار وقت تركيزك الذهبي. مش كل ساعات اليوم شبه بعض، في وقت مخك بيبقى صافي جدا ووقت تاني بيبقى عايز ينام. في طلاب تركيزهم العالي قبل الفطار بساعة، في طلاب بعد التراويح، في طلاب بعد السحور مباشرة. ما تسمعش كلام حد، جرب بنفسك. كام يوم تجربة، سجل مستوى تركيزك. أول ما تلاقي الساعة اللي بتفهم فيها بسرعة ثبتها، خليها مقدسة. مفيش موبايل، مفيش مقاطعة. ساعة واحدة ذهبية ممكن تساوي 3 ساعات عشوائية. الخطوة الثالثة: ذاكر على فترات قصيرة. أكبر غلط إنك تقول هقعد أذاكر 4 ساعات متواصل، ده بيخليك تمل بسرعة. استخدم نظام بسيط: 25 دقيقة تركيز كامل، 5 دقايق راحة. قوم اتحرك، اشرب مياه، خد نفس عميق وارجع تاني. لما المدة تقصر مخرج بيقبل التحدي وبيشتغل بكفاءة أعلى. الجودة أهم من الكمية، دقيقة بتركيز كامل أحسن من ساعة بشعود. الخطوة الرابعة: قلل المجهود وزود الفهم. المذاكرة الذكية مش حفظ وخلاص، الحفظ بيضيع، الفهم بيثبت. اسأل نفسك دايما: الفكرة دي بتقول ايه؟ ليه بتحصل؟ ازاي اشرحها بكلامي؟ حاول تلخص الدرس في ورقة واحدة، ارسم خريطة بسيطة، اتكلم بصوت عالي كأنك مدرس. لما تشرح الدرس لنفسك بتكتشف نقاط ضعفك، وده أحسن تدريب للمخ. كل ما الفهم يزيد التوتر يقل. الخطوة الخامسة: اهتم بجسمك. صيام ومذاكرة محتاجين توازن، ما تضغطش على نفسك. اشرب مياه كفاية بين الفطار والسحور، قلل الأكل التقيل اللي يخليك تنام. حاول تمشي 10 دقايق بعد الفطار، نام عدد ساعات مناسب، لأن المخ مش بيشتغل لوحده. لو جسمك مرهق تركيزك هينهار. الطالب الذكي بيخطط لطاقته قبل ما يخطط لوقته. الخطوة السادسة: قلل المشتتات. رمضان مليان مغريات، مسلسلات، موبايل، سوشيال ميديا، خروجات. مش غلط ترفه عن نفسك، لكن الغلط ان الترفيه يبقى طول اليوم. حدد وقت واضح، ساعة مشاهدة، نص ساعة موبايل، والباقي للمذاكرة. لما تسيطر على وقتك بتحس بقيمة نفسك. كل دقيقة بتضيع مش هترجع. اسأل نفسك قبل أي حاجة: ده هيقربني لهدفي ولا يبعدني؟ الخطوة السابعة والأهم: اعمل خطة بسيطة يومية، ودي أهم خطوة. السر كله هنا، ما تفكرش في المنهج كله، ده بيخوف. فكر في النهاردة بس. اكتب 3 مهام فقط، واضحين ومحددين. مثلا حل 20 سؤال، مراجعة درس، تلخيص صفحة، ولما تخلصهم علم عليهم صح. الإحساس ده بيبني ثقة، بيخليك عايز تكرر النجاح تاني يوم. الإنجاز الصغير اليومي هو اللي بيعمل الفرق الكبير، مش الضغوط، مش السهر، لكن الاستمرار الهادي المنتظم. كل يوم خطوة، بعد 30 يوم هتلاقي نفسك في حتة تانية خالص. رمضان مش عائق، رمضان فرصة حقيقية إنك تعيد تشكيل مستقبلك. والسؤال مش هتنجح ولا لأ، السؤال هتبدأ إمتى. لو وصلت لحد هنا يبقى عندك استعداد تتغير، بس التغيير محتاج بيئة، محتاج ناس شبهك. القناة دي مش فيديو خلاص، دي مجتمع طلبة قرروا يبقوا أذكى، قرروا يبطلوا أعذار. لو خرجت دلوقتي من غير اشتراك هتفوت على نفسك دفعة يومية تساعدك تفضل ثابت. اضغط اشتراك وفعل الجرس، وخليك جزء من الفريق اللي بيختار النجاح كل يوم. واكتب في الكومنت: أنا بدأت الرحلة النهاردة.